طبعا الكاميرات الأمنية هي دورها أمني أكثر ما يكون مروري، وبدورها نقدر نطلع الحوادث اللي تقع عند التقاطعات بالتحديد، ونقدر نحدد بدورها الأطراف المتورطين بالحوادث. في بعض الحوادث تستوي ينتج وقوعها أثناء أداء بعض المركبات بالهروب. نقدر بدورنا بالكاميرا الأمنية نتبع المركبة اللي متورطة بالحادث واللي هاربة من موقع الحادث بموقعها الحالي، وأيضا نقدر نطلع من اللي متسبب بالحادث نفسه. والكاميرا الأمنية من بعد وضعها وايد خفت عندنا نسبة الحوادث عند التقاطعات المرورية، قلت نسبة الحوادث وأيضا نسبة حوادث الوفاة. وبإمكاننا نقدر نرصد فيها أنواع المخالفات اللي هو مخالفات السرعة على الشوارع السريعة، ونقدر بدورها نطلع المركبات اللي تكثر فيها مخالفات السرعة، وبدورنا نكلم السواق ونرشدهم ونوعيهم أكثر. وطبعا بعض المخالفين اللي مخالفاتهم السرعة عندهم متكاثرة نوعيهم أكثر عن مخالفاتهم. وفي عندنا بعد اللي هو خدمة الرسائل النصية مع الحكومة الإلكترونية، يقدر في نفس الوقت أثناء رصد المخالفة توصل له في رسالة SMS المخالفة نفسها.